السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أبطال تانية إعدادي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. النهاردة هنحل مع بعض امتحان محافظة قنا. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 1 في الجغرافيا: أمام خريطة الوطن العربي اكتب مدلول الأرقام التي عليها. تعالوا مع بعض نشوف يا أبطال الأرقام على الخريطة بتشير إليه. رقم 1 على الخريطة اللي هو المحيط ايه؟ المحيط الهندي. 2 هي جبال أطلس. أما رقم 3 إقليم مناخي هو الإقليم المداري. رقم 4 هي دولة ايه؟ دولة ليبيا. سؤال رقم ب: اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية: الزيادة السكانية الناتجة عن الفرق بين عدد المواليد والوفيات. ده كده مصطلح ايه او مفهوم بيشير الى ايه؟ الى مفهوم الزيادة الطبيعية. الزيادة الطبيعية. أودية كانت تجري بها المياه قديما ثم جفت. حتى لو أنا مش فاكر المصطلح أو المفهوم، هي أو بتبتدي بأودية وبتنتهي بجفة، يبقى هي الأودية الجافة. ده مفهوم ايه؟ الأودية الجافة. جيم: في أي دول عربية تقع كل ظاهرة من الظاهرتين الجغرافيتين التاليتين؟ نهر العاصي وواحد ليبيا. نهر العاصي بيقع فين يا أبطال؟ في دولة سوريا. واحد سيوة فين؟ واحد سيوة في مصر. 2 اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. تنمو أشجار الأرز في مناخ ايه؟ تنمو أشجار الأرز في مناخ إقليم البحر المتوسط. من الجبال الانكسارية في الوطن العربي هي جبال البحر الأحمر. من العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان بالوطن العربي؟ عوامل بشرية. هتكون موجود عندي ايه؟ الصراعات والحروب. أما الباقيين كلهم عوامل طبيعية. يعمل أغلبية سكان الريف بحرفة الزراعة. تقع هضبة نقط في وسط شبه الجزيرة العربية. الهضبة اللي بتقع في وسط شبه الجزيرة هي هضبة نجد. أما حضرموت بتقع في الجنوب، وبادية الشام بتقع فين؟ في الشمال. الشام الشمال. يبقى الهضبة اللي بتقع في وسط شبه الجزيرة هي هضبة نجد. بما تفسر تقسيم الوطن العربي إلى دول مختلفة المساحة وعدد السكان. بسبب تعرض الوطن العربي للاستعمار الأوروبي الذي قام بتقسيم الوطن العربي إلى دول مختلفة في المساحة وعدد السكان تفصل بينها حدود سياسية مصطنعة. بما تفسر سكان المدن في الوطن العربي في تزايد مستمر. السؤال ده من الأسئلة اللي اتكررت كتير في الامتحانات اللي فاتت. ونخلي بالنا حبايبي ان ممكن يقول سكان المدن في تزايد مستمر او سكان الحضر في تزايد مستمر. بسبب الهجرة من الريف الى المدن، قيام المدن البترولية كما في دول الخليج، انشاء الدول العربية للمدن الصناعية كما في سوريا ومصر. بما تفسر اختلاف الحياة النباتية من مكان لآخر في الإقليم الصحراوي. والسؤال ده كمان من الأسئلة اللي بتتكرر في الامتحانات. تختلف أو تتنوع الصورة النباتية أو الحياة النباتية حسب كمية المطر، حيث تنمو حشائش قصيرة في المناطق قليلة المطر، وتنمو نباتات شوكية كالصبار في المناطق نادرة المطر. ما النتائج المترتبة على استشهاد الكثير من حفظة القرآن الكريم أثناء قتال المرتدين؟ السؤال ده مهم يا أبطال. ترتب على ذلك أن أشار عمر بن الخطاب على الخليفة أبي بكر الصديق بجمع القرآن الكريم، فأمر أبو بكر أحد الصحابة وهو زيد بن ثابت أحد كتاب الوحي بجمع القرآن ممن يحفظه، وتم وضعه في صحائف. ما النتائج المترتبة على موقعة ذات الصواري عام 34 هجري؟ ترتب على ذلك انتصار المسلمين، تدمير أسطول الروم وقتل الآلاف منهم.
ما النتائج المترتبة على اشتداد إيذاء قريش للمسلمين؟ السؤال ده من الأسئلة المهمة جدا وبيتكرر كتير. رقم 1 يا بطال هقول ترتب على ذلك هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الحبشة. رقم 1 هقول ترتب على ذلك أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. رقم 2 رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان آخر للدعوة غير مكة، فالتمس الرسول صلى الله عليه وسلم النصرة من قبيلة ثقيف بالطائف، ولكنهم رفضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. 3 هجرة الرسول إلى يثرب. ما النتائج المترتبة على مخالفة الرماة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم في غزوة أحد؟ من الأسئلة المهمة جدا. ترتب على ذلك استغلال خالد بن الوليد الفرصة فاستدار من خلف الجبل وانقض بجيش المشركين على المسلمين. من هو دليل الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ هو مين يا حبايبي؟ عبد الله ابن أريقط. عبد الله ابن أريقط. من أشهر الشعراء عند العرب قبل الإسلام هو مين؟ النابغة الزبياني. النابغة الزبياني. أنهى الوجود اليهودي من شبه الجزيرة العربية، دايما بتيجي في الامتحانات، هو الخليفة عمر ابن الخطاب. نجح في فتح مصر عام 21 هجري وأعطى الأمان لأهلها، هو القائد عمرو بن العاص. السؤال بعد كده اكمل، مديني الكلمات اللي هنختار منها. رقم 1 أعلن عمر ابن الخطاب إسلامه في إيه؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم أعدت جيشا لمحاربة المسلمين، فحدثت غزوة إيه؟ فحدثت غزوة تبوك. تم هزيمة الفرس وانتهاء دولتهم في عهد الخليفة مين يا حبايبي؟ في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب. طب كانت في معركة ايه؟ في معركة نهاوند. اجتمع زعماء قريش في دار نقط لتدبير مؤامرة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت في دار مين؟ دار الندوة. قام الرسول صلى الله عليه وسلم بطرد يهود بني قريظة من المدينة بعد غزوة ايه؟ بعد غزوة الخندق. ب اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية. ما ينزله الله على الأنبياء عن طريق جبريل عليه السلام، هو مين؟ الوحي. مكان اجتمع فيه الأنصار والمهاجرون لاختيار خليفة المسلمين، سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة. فئة من جيش علي بن أبي طالب خرجوا، نخلي بالنا من كلمة خرجوا عليه ورفضوا التحكيم، وده من الأسئلة اللي بتتكرر برضو كتير في الامتحانات. هم الخوارج. هم مين يا حبايبي؟ الخوارج. فئة، ده حتى لو أنا مش عارفة أو مش فاكرة، هي فئة من جيش علي بن أبي طالب خرجوا عليه ورفضوا التحكيم، هم الخوارج. وبكده حبايبي نكون انتهينا من حل أسئلتنا النهاردة. أتمنى يا رب أن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر، وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح. ولو استفدت من الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. وألقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.